وضع يمينه في يمينه الأخرى لأنه كلتا يديه يمين، وقال وهذه بيعتي عن عثمان. المهمة اللي سيدنا النبي بعتك فيها أنك تراقب الله في السر والعلانية، تقف لهذه الأمة وقفة رجل، تنهض بالمجتمع اللي انت عايش فيه نهضة الولي الصالح، تغيث اللهفان وتسعف المحتاج وتعطي السائل وتكرم وتطعم وتقوم وتقيم. ليس للوقت قيمة إلا أن تقيمه، يبقى العمر ملوش داعي وضراح مننا سدى. عرفت النبي لما يبعتك مهمة تبقى ديتك عليه. سيدنا عثمان كان بعته النبي عليه الصلاة والسلام لمكة يستطلع المسائل، فراح هناك يستأذن أهل مكة في أن النبي يعملوا العمرة، فقبضوا على سيدنا عثمان ومن معه وما رجعوش تاني، وخيروه اختيار. قالوا له أنت عايز تطوف بالبيت؟ أيوة. طيب خلاص روح طوف أنت بالبيت واعمل أنت عمرة، لكن محمد لا. قال لا أطوف بالبيت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب تأخر فشاع بين المسلمين بأن سيدنا عثمان قتل، فقالوا قتل عثمان. سيدنا النبي عايز يعرفهم ان سيدنا عثمان ايه؟ ما زال حيا. فسيدنا النبي بايعهم وراح عامل ايه؟ وضع يمينه في يمينه الاخرى لانه كلتا يديه يمين، وقال وهذه بيعتي عن عثمان. يقول ان والله لو كنت انا بيعته بيميني في يمينه ما كانت احب الي من انه هو ناب عني بكفه لكفه. تخيلوا يا اولاد لما النبي عشان بعت واحد في مهمة وتأخر ما يحرموش أبدا. شوف لما يقول وهذه بيعتي عن عثمان، شوف لما تكون في خدمة الأمة تبقى في خدمة النبي. وده اللي قاله الشيخ لما قال يا رب أهلني لرتبة خادم. ده الإمام أحمد بن حنبل لما نال الشهادة عشان خاطر قضية القرآن قال له ولد يا أبي ماذا فعل الله بك؟ قال ناداني بحنان وقال لي يا أحمد أعذبوك فيا؟ يا أحمد امشي مشية الخدام في دار السلام. وليه خدام في دار السلام؟ قال لك ليه ما قالوش امشي مشية الملوك؟ قال لأن الملك له قصر واحد والخادم يدخل كل الغرف. الخادم معاه مفاتيح كل حتى مفتاح باب الملك. حمانا عزيز ولا يضام نزيلنا، محبوبنا عظيم، واعلم بأن كلتا يديه يمين. أو كده من هنا تبقى اليمين ومن هنا تبقى برضو دي اليمين. ما بيشوف من خلفه زي ما بيشوف من أمامه، لأن حضرة النبي اسمه وجه إحاطة. من ورا طب بيشوف بإيه؟ بعينه اللي قدام برضو لأنها محيطة. كل عين من عيوننا إحنا لها زاوية إبصار، إنما حضرة النبي بيرى بالبصيرة، بيرى بالنور الرباني، بيرى بالكشف الإلهي، بالإحاطة والأمداد العلية. ليه؟ لأن الله بارك في عينه لتتدارك الأولين والآخرين، ولا تعد عيناك فيبقى الأمة كلها، فيبقى عيونه صلى الله عليه وسلم تشمل كل عاصي وكل بر وفاجر. مش بس بيشوف الأولياء وبيشوف العصاة وبيحن ويتحنن. سيدنا عمر بن الخطاب عندما استأذنه في العمرة زيارة الكعبة الشريفة في إذن، يقول يا رسول الله إذن لي في العمرة. قال لا تنسني من دعائك أخي، اوعى تنسى تصلي علي. إيه من غير النبي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. فكانوا رضي الله عنهم يفهمون عنه ذلك الفقه.